النجم الكبير محمد ابراهيم، بنقول لك مبروك الفوز. فرقه تقيله، فرقه منظمه. اعتقد ان الزمالك محتاج مجهود كبير جدا عشان يصعد لدور ال 16. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهم شيء اللي احنا الحمد لله ما جاش فينا، وده اهم شيء للصعود، اللي انت ما يجيش فيك ولا جوه ولا بره. وده الهدف اللي احنا بنلعب عليه. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده وجبنا جول ان شاء الله. رايحين هناك برضه هنلعب على المكسب زي الماتش اللي فات ان شاء الله. واحنا الحمد لله ما عندناش جوه وبره. اللي عاوز ياخد بطوله زي بطوله افريقيا ما يحسبهاش جوه وبره. لازم يلعب اللي هو في اي حته، واي حد يلعبه لازم يكسبه عشان يبقى. وبرضه احنا ما ننساش نادي الزمالك ومهما كانت قوه الفرقه ومهما كانت لازم احنا بنلعب على اللقب، وبنلعب اللي احنا نرجع لقب افريقيا ان شاء الله نادي الزمالك. لكن فرقه بتلعب كوره، فرقه هاديه، فرقه منظمه، فرقه مش عشوائيه افريقيا اللي بنشوفها في الادوار ديت. فاعتقد ان هي ممكن الزمالك يلاعب معاها كويس في انجولا. طبعا فرقه كويسه، وهناك ان شاء الله الاجواء تكون كويسه، وملعب احنا شفناه ملعب كويس، فان شاء الله هتكون اجواء كويسه ان شاء الله. وزي ما انت قلت يا مهيب، الفرقه فرقه كويسه وبتلعب كوره، مش فرقه افريقيا اللي هي بتضرب وكده، لا ده بتلعبوا كوره. وان شاء الله احنا برضه بنلعب كوره ومعنا جهاز محترم، وازاي بيخلينا نحفظ اللعب، وازاي بنسيستم، وازاي بنمشي اللقاء زي ما احنا عاوزينه. الحمد لله لحد دلوقتي قادرين ان احنا نمشي اللقاءات زي ما احنا عاوزين، وان شاء الله هناك برضه هنقدر نمشي اللقاءات زي ما احنا عاوزين باذن الله. جمهور الزمالك مستني منك كتير مهارات وثقه كبيره بيديها لك الجهاز الفني. فاعتقد ان انت عندك غير العبء المباريات والعبء البدني، عبء نفسي كبير جدا ان انت تحقق طموحات نادي الزمالك. طبعا لما يبقى الناس حاطين عليا الامل، والناس حاطين عليا اللي انا لازم اكون، الناس بيحملوا عليا اكتر من طاقتي. بس الحمد لله ان شاء الله هقدر ان انا افرحهم، وان شاء الله هقدر ان انا اعمل كل اللي عندي، وان شاء الله هقدر اكون عند حسن ظن الجهاز الفني وعند الناس كمان ان شاء الله، وهقدر ان شاء الله افرحهم واعمل كل اللي عليا ان شاء الله. والله وكلنا زمايلنا كلنا ان شاء الله هنقدر ان احنا يعني نطلع فوق جهدنا ان شاء الله الضعف ان شاء الله من اجل اسعاد جمهورنا الزمالك. بالتوفيق يا ابو ربنا يخليك.